عايز تعرف طرق تجيب بيها فلوس بالعمله الصعبه؟ الدولار موجود، بس عايزك تتابع معايا من اول الفيديو ده لاخر فيديو هعمله في الكورس ده ان شاء الله. في شويه معلومات انت محتاج تطبقها معايا خطوه بخطوه علشان تطلع عارف تجيب الدولار بالطريقه بتاعتك انت، بطريقه شغلك، بانك بتقدم خدمه وبتاخد مقابلها حاجه، والحاجه دي اللي هي دولار، فلوس. فانت بتعمل فلوس بالعمله الصعبه. فانا هعرفك الموضوع ده كله، خليك معايا. طبعا الدخل بيعتمد عليك في الاخر بعد لما توصل لمرحله معينه، وبعد ما خلص الكورس ده كله هيعتمد عليك. انت عايز مثلا تجيب 1000 دولار دي بتاعتك انت، عايز تجيب اكتر، عايز تجيب اقل، الموضوع كله في ايدك انت. يعني انت الرزق ده بتاع ربنا، بس انت تسعى وبتعمل اللي عليك. الفريلانسنج، ازاي انت تبدا الفريلانسنج، وهديك شويه تريكات وشويه خطوات وشويه تيبس، نصايح، شويه غلطات انا غلطتها وشويه حاجات وقعت فيها وشويه حاجات انا نجحت فيها وعديتها. فهديك كل الحاجات دي في الكورس، من اول خطوه وهي تسجيلك في الموقع لاخر خطوه وان انت ازاي تبدا تجيب عميل وازاي تبدا تجيب فلوس. وهقول لك كمان ازاي تقدر تستلم فلوسك في البنوك، او ازاي تقدر اصلا تمسك فلوسك بعد ما تخلص شغل. الموقع اللي هنتكلم عليه النهارده، وانا تركيزي على الموقع ده بالذات لان هو خبرتي كافيه فيه ان انا اتكلم عن الموقع اسمه Upwork. موقع عالمي، موقع تقديم خدمات، هو موقع وسيط بيجيب العميل وبيجيب الفريلانسر وبيوصلهم ببعض. موقع يعتبر كحلقه وصل ما بينك وبين العميل. اهو عشان نكمل، تعال اقول لك بقى على رحله التسجيل بتاعه الموقع، ونروح خطوه بخطوه كده واقول لك ازاي تسجل يا برو. اول حاجه هتروح على جوجل، هتفتح اي براوزر عندك وتكتب فيه Upwork، هتفتح الموقع وهنروح عند كلمه ساين اب. هيفتح معاك صفحه ثانيه هيقول لك عندك طريقتين انك تسجل بيهم. الطريقه الاولى انك تسجل بالايميل، او لو انت عندك كاونت ابل ممكن تسجل من خلاله. بعد كده يفتح معاك صفحه ثانيه، وهي الصفحه دي هيكون متطلب فيها الفيرست نيم واللي هو الاسم الاول، اللاست نيم وهو اسمك الثاني. وضروري ركز في الحته دي، شوف انت اسمك موجود في البطاقه ازاي. احمد محمد، حط احمد وحط محمد بنفس الحروف او بنفس الانجليزي، تمام؟ وخليك فاكر انت كتبته ازاي. يعني لو تحاول تسجل الحاجات دي وانت بتسجل مهمه جدا، وهقول لك ليه بعد كده. هتضيف الباسورد بتاعك وتختار البلد اللي انت فيها. لو في مصر فانت هتختار مصر، ما تختارش بلد انت مش موجود فيها. الموقع حريص بكل البيانات دي. بعد كده هتختار انت بتسجل كفريلانسر ولا بتسجل كعميل. خلاص احنا بدأنا تمام وعملنا الايميل ودخلنا على الموقع. الموقع بقى هيفتح لنا صفحه كده، تاب هيكون فيها شويه خطوات، 11 خطوه، رحله كده معينه لبناء البروفايل بتاعك واللي هو الصفحه الشخصيه. وتعالى اقول لك ازاي خطوه بخطوه تعمل البروفايل بتاعك في الموقع ده. بس عايز اقول لك كده نصيحه سريعه، من اهم الخطوات هي الخطوه دي، علشان ممكن بعد الخطوه دي الموقع يا اما يرفض طلب تسجيلك، يا اما الموقع يكمل ويقبلك كفريلانسر في الموقع. ممكن في الاخر يجيب لك رساله، لان حصلت معايا قبل كده. سجلت في الموقع في الاول، لقيت الموقع بعت لي رساله بيقول لي للاسف مش هنقدر ان احنا نكمل تسجيلك في الموقع علشان المكان ده مكتفيين فيه مثلا كديزاينر. بعتوا لي الرساله دي. فانت المفروض تمشي معايا بالخطوات بالظبط علشان ايه تتقبل في الموقع ان شاء الله. اول حاجه الصفحه الشخصيه، بتكون عندنا نبذه سريعه كده، صوره البروفايل، عنوانك يعني انت بتشتغل ايه، نبذه عنك، هتتكلم عن نفسك شويه، هتتكلم عن تاريخ شغلك، انت اشتغلت ايه قبل كده وايه خبراتك في شغلك. وبعد كده هنضيف حاجات اسمها تاجز عشان نظهر في نتائج البحث لما العملاء يبحثوا عنه، وهقول لك ازاي الكلام ده كله. اول حاجه عندنا موضوع الخبره. في الخانه اللي ظاهره قدامك دي هتضيف الخبره بتاعتك، وهتضيف المجال بتاعك، تصنيفك ايه في الشغل. انت شغال مبرمج فانت هتكتب ان انت شغال مبرمج، ويستحسن تخصص انت شغال مبرمج في ايه. مثلا شغال مبرمج بلغه الجافا ولغه السي بلس بلس ولغه البايثون، فانت تضيف الثلاث لغات دول. مبرمج متخصص في لغات كذا كذا كذا، مهم جدا. دي خطوه الخبرات. بعد كده هيفتح معاك صفحه هيقول لك انت خبرتك قد ايه. مثلا داخل على موقع مبتدئ، داخل جديد، عندك في النص متوسط، انترميديت، في الاخر ادفانسد او بروفيشنال. انت طبعا لو بروفيشنال فانت عارف تختار ايه. لو انت مبتدئ اختار متوسط، لو انت متوسط فخليك متوسط، ما تختارش مبتدئ. يعني ده نصيحه مني. بعد كده هيفتح معاك صفحه لو انت عندك شهاده في تعليمك تقدر ترفعها. لو ما عندكش اي شهاده ما تقلق، ممكن تعمل تخطي الحته دي. بعد كده هيظهر عندنا قسم ده بتضيف فيه تاريخ توظيفك، تاريخ شغلك، او تاريخ ان انت خلصت مشروع بحته كذا، برضه ممكن تعملها تخطي. بعد كده عندنا خطوه اللغه، واللغه لازم نضيف اللغه الانجليزيه. اتكلم انا عن اللغه الانجليزيه دي في فيديو منفصل خالص، وهقول لك خطوات كتير عنها، وهقول لك شويه تريكات وشويه نصايح عشان تهندل الموضوع. بس اللغه هحط اللغه العربيه الام لو انت بتتكلم عربي، وبعد كده هتحط اللغه الانجليزيه. لو انت خالص في الانجليزي ممكن تحط مثلا كوميونيكيشن بنسبه تواصل، لو كويس فممكن تحط ادفانسد او بروفيشنال نيتيف. بعد كده لو عندك اي لغه ثانيه ممكن تحط فرنساوي، الماني. بعد كده هتفتح معانا تاب بتاعه العمل بالساعه.
بالساعه، اورلي ريت، تقييم شغلك بالساعه. انت تقييمك لنفسك متوسط ولا بروفيشنال، فانت هنا تبدا تحط تسعيرك على ساعتك للشغل. يعني مثلا انت شغال مبرمج والخبره بتاعتك عاليه في البرمجه وعندك سابقه اعمال قبل كده وعملت شغل كتير قبل كده، انت هتعمل تقييم للساعه بتاعتك. الاورلي ريت هتكون من 25 ل $50. انا ما بديش ارقام محدده كمثال، او قادر تبحث على فريلانسرز معينين زيك من خلالهم ممكن تكون قريب منهم. بس هديك نصيحه صغيره، لو انت داخل وبادئ حتى لو انت بروفيشنال، قلل نسبه السعر بتاعك، الاورلي ريت بتاعتك. يعني انت لو عامل ساعتك ب $25 ممكن تبداها ب $15، لان انت كده لما تقدم على وظائف والعميل يلاقي ان انت عندك خبره وسعرك قليل فيميزك عن التاني فيوظفك. وبعد لما تعمل كذا شغلانه لكذا عميل وتاخد تقييمات كويسه، ابدا علي في الاورلي ريت بتاعك. بالمناسبه ان ابورك بياخد نسبه من الشغل بتاعك 10%. في الاول كان بياخد نسبه 20% ودي كانت نسبه عاليه فشخ، بس نسبه 10% دلوقتي نسبه كويسه. يعني انت لو عملت شغلانه ب $100 فابورك واخد منك $10 بلوشي كده، مش بلوشي يعني، هو حق الموقع لان هو انت وسيط بينك وبين العميل. بعد كده عنوانك ووصفك في البروفايل. عنوانك هنا حاجه اسمها التايتل، تكتب مبرمج، مصمم، كاتب محتوى. عايزك بقى تركز معايا في الحته دي لان هديك نصيحه مهمه جدا تخليك ستاند اوت، يبان بشكل لائق واكتر احترافيه. لو انت مبرمج مثلا ما تجيش تكتب مبرمج، لا اكتب مبرمج متخصص في لغه بايثون، لغه سي بلس بلس، لغه جافا. او لو انت مثلا حريف لغه جافا ممكن تقول مبرمج متخصص لغه جافا. طبعا انا بكلمك كل دي هتتحول لمصطلحات انجليزي، مثلا جافا سكريبت سبيشالست. تمام. بص بقى بالله عليك ركز معايا في حته الوصف دي لان مهمه جدا. يعني انت لو جبت العميل من العنوان بتاع البروفايل بتاعك، الصوره الشخصيه بتاعتك، العميل بقى هيحب انه يشوف الوصف بتاع البروفايل بتاعك. بعد كده هيروح لمرحله الوصف علشان يشوف انت عباره عن ايه، اوفر فيو، انت كفريلانسر تقدر تقدم له ايه وتقدر تحل له مشكلته او تعمل له البروجكت بتاعه ولا لا. الوصف هقسمه معاك 3 قطع، قطعه اولى، القطعه اللي في النص، والقطعه الاخيره. القطعه الاولى بنسميها حاجه اسمها هوك، اللي هو شفت انت لما تيجي ترمي الصناره بيكون فيها خطاف كده، الخطاف دي بتاعت السمكه عشان السمكه اهو تيجي تاخد الطعم وترفع تلاقي السمكه موجوده في الصناره. انت هكذا بتعمل حاجه اسمها هوك، ترمي صنارتك. في الوصف اول 3 4 سطور بيكونوا حاجه تشد العميل، اتكلم فيه في فيديو منفصل خالص. بعد كده الحته اللي في النص بتكتب فيها شويه خبراتك، الادوات اللي بتستخدمها، المشاريع اللي انت نفذتها قبل كده. بس حاول ما تطولش كتير في النص، هنا تكون منظم وتكون حاجه بسيطه كده وما تبينش ان انت فشيخ قوي، باين ان انت شخص لو حد جالي وعنده مشروع اقدر انفذه له بخطوتين 3. القطعه الاخيره الوصف بتاعك هتبين ان انت مهتم بالشخص ده، وهتبين ان انت مهتم بالشخص اللي قري. في الاخر هتقول لك كلمتين حلوين، يمكن مثلا تكتب في الاخر سنسيرلي وتقبله بفائق الاحترام وتحط اسمك في الاخر. انت كده عملت حاجه لائقه واحترافيه شويه. بعد كده هنروح نضيف الصوره الشخصيه، ودي مهمه جدا لان انا لما بعدي على البروفايل بتاعك اول حاجه ابص عليها ايه؟ صورتك. فلازم تكون مهندم كده حاطط لي صوره فشيخه علشان العميل لما يعدي على البروفايل بتاعك يلاقيك شخص كده واثق بابتسامه عريضه عشان يعدي يكمل بقى قرايه العنوان بتاعك ويكمل الوصف بتاعك يطلبك في شغل. بعد كده هنضيف في القسم اللي ظهر قدامك ده بيانات التواصل بتاعتك، هنضيف رقم التليفون، نختار البلد وهنختار البلد اللي احنا فيها، حط الرقم البريدي حاجه اسمها زيب كود. لو انت مثلا في منطقه كذا اكتب الرقم البريدي منطقه كذا هيظهر لك على جوجل. بعد كده نختار المحافظه، بعد كده هنروح على المدينه ونختار المدينه اللي في المحافظه. اخر خطوه وكده احنا خلصنا، وانت كده عديت بسلام وخلصنا رحله مع بعضينا. كده احنا بنينا البروفايل بتاعنا خطوه بخطوه وعملنا شويه تريكات فيها عشان ان شاء الله بعد ما تدوس تاكيد تبعته للموقع، الموقع يقبل تسجيلك وتبدا. واستنى الفيديوهات الجايه ان شاء الله عشان يكون فيها معلومات اتقل واتقل. وكل ما تتابع معايا الفيديوهات دي كل ما هتعرف حاجات انا وقعت فيها وبديك الطريق ان انت ازاي ما تقعش فيها تاني. ابدا من حيث انتهى الاخرون. ما تنساش بقى تعمل شير عشان غيرك يستفاد بالمعلومه، اشتراك عشان تشوف الفيديوهات الجايه والنصايح الجايه، ولو تعمل لايك تبقى عملت حاجه عظمه. ولو عندك اي سؤال بالنسبه لابورك اكتب لي في التعليقات ونرد عليك ان شاء الله وتابع من كل واحد. شكرا لكم، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.